حاجه مهمه لازم نعرفها، ان الاساس او حاجه من الاساسيات اي علاقه في الدنيا بين الزوجين العلاقه الحميميه. اساس، يعني مفيش حاجه اسمها اتنين متجوزين وعندهم مشاكل في العلاقه بتاعتهم مش هتاثر على الولاد. طول ما العلاقه دي علاقه ماشيه كويس، ماشيه كويس معناها ان هو مبسوط ومستريح وان هي مبسوطه ومستريحه. طول ما هم واقفين قريبين من بعض، في الحاله دي الولاد سيف، مفيش عليهم اي نوع من انواع البريشر، ولا عندهم مشكله في ان هم يخشوا في القصه دي بعد كده. تمام؟ فرضا بقى حصلت ان العلاقه اللي بينهم بقى فيها مشكله وبعدوا عن بعض، انتوا كاولاد حاسين بايه؟ جاب. اوكي، ايوه ده جاب. حاسين بايه؟ في هنا فجوه، خلاص في هنا جاب. not safe. ناتشرالي الاولاد، ودي حاجه مهمه لازم الناس تعرفها، ان on a conscious level، على مستوى العقل الواعي الاهل بيعملوا كل حاجه لاولادهم. على مستوى العقل الباطن الاولاد هيعملوا كل حاجه لاهاليهم. ف دلوقتي الجاب حصلت معنى كده ان هو ما عندوش بارتنر وان هي ما عندهاش بارتنر. اللي هيحصل في كده، هتروح البنت جاريه واقفه هنا. تعالي اقفي هنا. البنت يعني ولا غالبا البنت بتتحط في الحته دي لو هي البنت الكبيره، ده الكومن. بس ممكن الولد، بس ليتس سي لو هم كلهم ولاد، بس ليتس سي ان في بنت ولد عشان دي الاكزامبل الاسهل. فالبنت جت وقفت جنب الاب، لما البنت تقف جنب الاب معنى كده ان ايه؟ هي بتحل محل الام. والجاب هنا دي، الفجوه دي فجوه فيها طاقه جنسيه غير مفعله. فلو فيها طاقه جنسيه غير مفعله والبنت دي جت وقفت فيها، ايه اللي هيحصل؟ هي هتشيل الطاقه دي. اوكي؟ فلما تشيل الطاقه دي ايه اللي هيحصل؟ فجاه البنت دي لو هي بنت صغيره هتبتدي تديفلوب اسرع، تبتدي تكبر، تبلغ اسرع، تبتدي يبقى، لان السيستم هنا محتاج حد يحل محل الام في القصه دي. فلو هي حصلت كده هيبتدي يحصل حاجه بنسميها incestuous dynamics. incestuous dynamics معناها ايه؟ معناها ان الاب بدل ما كان شايف الام هي البارتنر، هيبتدي يشوف البنت ان هي ممكن تكون هي البارتنر بتاعته. ده كلام كله على مستوى العقل الباطن. فلو شافها كده الانرجي، فلو شافها كده هيعمل ايه؟ عنده حل من اتنين. يا اما ان هو ياكت عليها، على اللي هو حاسه، يبتدي يتحرش بيها كأب، يا اما ان يزقها بعيد. يزقها بعيد معناها ايه؟ معناها ان هو بعد ما كانت بتقرب منه ويحضن فيها ويدلعها والكلام ده كله، فجاه مش عايزه تقرب منه، مش عارف ايه، عايزه تلبس، ما تبقاش قاعده في البيت باي لبس غير لما تكون مش عارف ايه، عايزه تتحجب، عايزه تنقب، خايف لان هو ما بقاش شايفها بنت، بقى شايفها ست فجاه. وده اكشلي احد اسباب ان في بنات كتير قوي بيحصل لهم مشكله في السيلف كونفيدنس في الوقت بتاع البلوغ، لو الداينامكس دي موجوده. اوكي؟ طب هي دي لازم تبقى موجودة في الناس المتجوزين؟ يعني لو هم انا لا، ممكن تبقى موجوده لو هم سايبين بعض، ممكن يبقى في سكشوال فرستريشن، يبقى في كبت معين. بس انا بشرح بس القصه الاسهل، وبعد كده لو هم مش متجوزين الداينامكس دي تبقى موجوده عندها وعنده، بس النسبه فيها بتبقى اقل سن. انما في هم متجوزين، لان في حاجه موجوده في البيت مش مفعله، في انرجي مش مفعله. فاللي حصل كده ان ايه؟ ان البنت دي بقت واقفه جنب الاب، الاب شايفها ست، الست دي واقفه لوحدها. الست دي تقف لوحدها، ايه اللي هيحصل؟ الابن طبعا هيروح رايح واقف جنبها. اتفضل. هي اصلا من بدري على فكره الانرجي اوف عايزه اقف جنبها بالظبط. فاللي هو واقف جنبها فجاه بعد ما كان في ولاد وبيرنت، بقى في اتنين بارتنرز، اتنين هنا واقفين جنب بعض، اتنين هنا واقفين جنب بعض. الرياكشن، رد الفعل بتاع البيرنتس مع الولاد بيختلف. الراجل بيبتدي يشوف البنت بشكل
شويه في سكشواليزيشن، يبتدي يشوفها، يبتدي عايزها تتحجب تنقب تبعد عنه، ما يبقاش عايز يقرب منها. اوكي، الام بقى هتعمل ايه في الولد؟ تحضنه كتير، تبقى ماسكاه على طول، تقول له انت الراجل بتاعي، انت ما فيش زيك، انت اللي ربنا خلقه ليا and so on. فده بنسميه emotional incest. emotional incest معناه ان هي she's not acting على الموضوع بشكل physical، بمعنى بشكل sexual، بس emotionally هي اعتبرته جوزها. فلو اعتبرته جوزها ايه اللي هيحصل؟ الولد ده هيتحمل بحمول مش بتاعته، وهتأثر عليه بعد كده لما يجي يتجوز. طب سؤال Yes. لو العلاقه كانت كويسه مفيش حاجه، بس الاولاد دول اتجوزوا كبروا واتجوزوا بعد كده حصلت الفجوه دي، بيحصل اي حد بينجذب هم في علاقات بره وخلاص؟ لا هما خلاص. بس ده يوجولي ده بيحصل والناس صغيرين، ان هم لو كانوا اتجوزوا هيبقوا الاهل نفسهم كبروا، فموست لايكلي الانرجي دي ما بقتش موجوده قوي زي زمان. هو ده يوجولي بيحصل في السن الصغير اللي فيه الاكت ده اكتر. اوكي، فلو ما ده يحصل، البنت دلوقتي بقت جنب الاب والولد جنب الام، وواقفين في فجوه فيها سكشوال انرجي. سكشوال انرجي دي ايه اللي هيحصل فيها؟ البنت دي عشان هي شايله سكشوال انرجي هتبتدي وهي ماشيه في اي حته تبقى مغريه اكتر عن البنات التانيين. هي ما عملتش حاجه، ممكن تكون لابسه مفيش مش مبينه اي حاجه، ممكن تكون ماشيه زي العسكري، ممكن تكون كل حاجه، بس هي شايله الطاقه دي. فلما تشيل الطاقه دي ايه اللي هيحصل؟ ناتشرالي هيبتدي الناس اللي حواليها يبتدوا يحسوا بالانرجي دي. فلما يحسوا بالانرجي دي ايه اللي هيحصل؟ هيتحرشوا بيها. مين اكتر ناس هتتحرش بيها في الديناميكس دي؟ الناس المتردده اكتر على البيت، اللي هم مين؟ القرايب، الخال، العم، ساعات الجدود، ولاد الخال، ولاد العم، انصون، او السواق العربيه، الراجل بتاع الدليفري، اي حد متردد كتير على السيستم، بيكوز الانرجي دي موجوده في السيستم. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ فعلشان كده لما بنت بتجيلي، بنت دي بقى كبرت وبتيجي تقول لي انا عندي مشكله، دايما الرجاله بيبصوا عليا ودايما they sexualize me، دايما حاسين ان انا بيتعاملوا معايا من منطلق ان انا على طول مفيش حد، على طول عايزين مني حاجه واحده. بقول لها غالبا الدينامكس دي كانت موجوده عندهم في العيله. فالعيب لانه طبعا هي شايفه نفسها وحشه، وان هي طبعا ايه اللي انا بعمله، المفروض اعمل ايه الكلام. هو الموضوع مش كده، الموضوع ان هي كانت محطوطه في داينامكس، اتشدت فيها، وقفت فيها، شيكارد، ابتدت تشيل نوع من انواع الطاقه السكشوال، الطاقه الجنسيه اللي مش متفعله في البيت، فابتدت تبقى هي اكتر عرضه لان حاجه زي كده تحصل لها. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ وده اللي احنا شفناه في لام شمسيه، بس مش ولد، مش بنت، كان ولد، اللي هو الولد اللي تم التحرش بيه. الاب والام كان عندهم مشكله وبعاد عن بعض. الام كان عندها المشاكل بتاعتها وعندهم مشكله سكشوال مع بعض. فمين اللي اتشد؟ الولد اتشد في الفجوه دي. الولد ما حصلوش حاجه، الولد لسه صغير، بس عشان الفجوه دي موجوده في البيت، حد من الناس اللي متردده على البيت، صديق الاب في الحاله دي، acted this way.